ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني من لم يتذكر بالقرآن بأي شيء يتذكر، بأي شيء يتعظ، صارت لا تفيد المواعظ. يقرأ في قاف ثم لا يتذكر إلا إذا أراد أن ينتهي من القراءة. ونجد الإنسان يمر هذه السورة بدقيقتين ما كانها تحمل أي معنى، وقد لا يشعر بها. هذا خلل. هذه آيات، هذه عبر. إن كنت ممن يخاف العذاب الأليم قف عند هذه الآيات واعتبر وادكر. لكن نشكو إلى الله قسوة القلوب. والحسن يقول: ابحث عن قلبك في 3 مواطن: عند قراءة القرآن، وفي الصلاة، والذكر. يقول: إن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق. ما في صلة بينك وبين ربك إذا ما وجدت في هذه المواطن، ما في، قلب ميت. والواحد منا، وهذا حال كثير من الناس، يقول: دخلت مسجد واسع جديد كبير، يقول: يوم صفيت خلف الإمام نظرت فإذا المسجد ما فيه منبر، كبر ونظر في المسجد إذا ما فيه منبر، وتأمل في المسجد قال: إن كان هذا ما هو بجامع ما في شيء يصلح جامع، ما فيه منبر. يقول: تأملت وين حط المنبر، فإذا فيه غرفة عن يمين المحراب، قلت: هذه تصلح منبر. وسلم الإمام وأنا أنقل الأثاث من هذه الغرفة من أجل أن نجعلها منبر. الأخوان، هذه حال كثير منا ترى يا أخوان. هذه الصلاة يعني هل نجد فيها ما يعبر عنه النبي بأرحنا بالصلاة؟ اليأس ما هو بوارد، لكن يبقى أن هذا حال كثير من الناس، لابد من المراجعة. يقول: إن وجدت قلبك في قراءة القرآن والذكر والصلاة وإلا فاعلم أن الباب مغلق. يعني ابدأ من جديد، حاول فتح الباب.